بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة أو هنرد على الخضري، تمام؟ وهنتكلم عن موضوع الأندية الجماهيرية والمشاكل مع أندية الشركات. هنتكلم عن إعلام الزمالك أو إعلام زيزي. هنتكلم عن فكرة تقييم المدير الفني الجديد للأهلي يستروب. أول حاجة الرد على الخضري. اولا كده الخضري طلع على القناه بتاعته اهلاوي وزملكاوي هو والقوصي، كان بيتكلم مع القوصي بيتكلم على موضوع الكابتن محمود الخطيب، تمام؟ وبيسرد التفاصيل والوقائع اللي حاصله من موضوع الندوات الانتخابيه بتاعته وموضوع فكره القايمه والكلام ده. راح الخضري نط في الكلام وقعد يقول له انتوا الخطيب عندكم اله او انتوا بتعبدوه، تمام؟ عايز اقول له يا خضري، جمهور الاهلي ما بيعبدش غير ربنا سبحانه وتعالى، بس جمهور الاهلي ما بيعبدش حد غير ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ ففكره ان انت تقول على جمهور الاهلي ان هو بيعبد محمود الخطيب دي مصيبه وكارثه المفروض تتحاسب عليها. والخطأ بقى هنا من النادي الاهلي، من الغلطه الاولانيه لما خبط في مجلس الاداره واتكلم على موضوع ان في فلوس رايحه جايه ومش عارف ايه وتفاصيل وخاض في ذمم ناس بدون دليل وبدون برهان، واتوقف من المجلس الاعلى للاعلام شهر، والاهلي سحب الشكوى اللي كان مقدمها للنائب العام، تمام؟ هنا بقى الغلطه بتاعت النادي الاهلي، ان انت سحبت الشكوى اللي انت قدمتها للنائب العام، فالخضري ساء فيها. من امن العقوبه اساء الادب. هو من المره الاولانيه غلط وما اتحاسبش فاساء الادب، فكمل بقى في اللي هو بيعمله وبيقول جمهور الاهلي بيعبد محمود الخطيب. جمهور الاهلي ما بيعبدش غير ربنا سبحانه وتعالى يا خضري. المفروض الراجل ده ما يتسكتلوش، المفروض ما يتسكتلوش لانه بيسوق فيها وعمال يرجع بعد كده يتاسف ويعتذر. ده انا الكابتن الخطيب ده انا بحبه. ده انت ما غلطتش في الكابتن الخطيب، انت كده باللي انت عملته دوت انت غلطت في كل جمهور الاهلي، لان انت بتقول جمهور الاهلي بيعبد محمود الخطيب، جمهور الاهلي بيعبد ربنا يا خضري. فالمفروض الراجل ده ما يتسكتلوش، يعني كفايه لغايه كده. سكتنا له المره الاولانيه زي ما بيقولوا دخل بحماره، من امن العقوبه اساء الادب. الخضري المفروض ما يتسكتلوش، ده فيما يخص موضوع الخضري. تاني نقطة هنتكلم عنها على فكرة في طرح التذاكر السوبر المصري اللي هيبقى في ابو ظبي في الامارات. السوبر هيتلعب من 6 ل 9 11، يعني من 6 ل 9 11 السوبر المصري في الامارات. التذاكر اتطرحت، تمام؟ طيب هنا بقى في نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها. الناس اتكلمت كتير على الفترة اللي فاتت على موضوع أندية الشركات واللي حاصل وكلام من ده والصراعات ومين خد مكان مين والكلام من ده. يعني بيراميدز خد دوري أبطال أفريقيا وخد السوبر الأفريقي امبارح. حد حس بحاجة؟ حد سمع حاجة؟ لا. ازاي يا عم؟ ده سوبر أفريقي ودوري أبطال أفريقيا. محدش حس بحاجة. محدش حس بحاجة لأنه أصلا نادي مش جماهيري. جماهيره الشوية بس اللي هم بتوع الوجبة وال200 جنيه، تمام؟ هو ده جمهور بيراميدز، ما عندوش جمهور تاني. الناس اللي بتاعت الوجبه وال200 جنيه اللي كلنا عارفينهم، تمام؟ اللي بيتأجروا دول، مش عايزين نقول جمهور نادي ايه عشان بس ما حدش يزعل مننا، هم بتوع الوجبه وال200 جنيه هم دول جمهور بيراميدز. فمفيش جماهير، محدش حس بحاجه ولا حد سمع حاجه لانه ما عندوش جمهور، نادي مش جماهيري. هنا بقى النقطه المهمه جدا اللي بكلمك فيها. انديه الشركات والانديه الاستثماريه بتقضي على الرياضه في مصر، على كره القدم في مصر، لان الانديه اللي مش جماهيريه مفيش ظهير جماهيري، مفيش اهتمام بيها، مفيش متابعه، مفيش اللي هو الزخم اللي بيبقى موجود للانديه الجماهيريه، فالكوره هيبقى ملهاش لازمه. يعني الكلام المهم هنا في النقطه ديت ان بيراميدز خد مكان الزمالك، تمام؟ بقى التاني وبقى هو اللي بينافس الاهلي. يعني الاول كانت المنافسه اهلي وزمالك، دلوقتي المنافسه بقت اهلي وبيراميدز. يعني ده كلام واضح، مش محتاج اللي هو ايه توضيح اكتر من كده، مش محتاجه. فدلوقتي بيراميدز دخل في المعادله، بدا الزمالك يرجع، بدا يقل، بدا طموح الزمالك بدل ما كان دوري ابطال افريقيا من 23 سنه خدها، بقى طموح الزمالك دلوقتي
تخيل كونفدراليه اللي هي البطوله اصلا يعتبر ملهاش لازمه، يا سيدي لها لازمه، بطوله اعتبرها لها لازمه، بس هو ده طموح الزمالك؟ ان انت تكسب كونفدراليه، او ان انت اصلا تنافس عشان تدخل كونفدراليه، لان انت مش طايل تخش دوري ابطال، لان بيراميدز هو اللي بقى بيخش هو والاهلي دوري ابطال، فالاهلي وبيراميدز بيخشوا دوري ابطال، انت بتنافس عشان تخش كونفدراليه، انت متخيل؟ فده ادي بيراميدز اهو نادي استثماري خد مكان نادي جماهيري اللي هو نادي الزمالك. لو الانديه الجماهيريه ما خدتش بالها هيبقى حالها حال الانديه اللي هي ايه اندثرت، اللي راحت، زي مثلا طنطا والمنصوره، تمام، والترسانه، انديه كتير جدا يعني، عشان ما ننساش نادي، انديه كتير جدا راحت ما عادش لها ذكر دلوقتي. وللاسف الاسماعيلي في السكه، الاسماعيلي في السكه. فاحنا دلوقتي الانديه الاستثماريه والانديه الشركات اخذت مكان الانديه الجماهيريه. يا جدعان اصحوا فوق، لازم يكون في فكره وفي دعم للانديه الجماهيريه، لازم يكون في تكاتف عشان حل المشكلات، هي مشكلاتها مشكلات ماليه، فلوس، موارد. مفيش حد ساند نفسه وعارف يمشي الدنيا غير الاهلي، باقي الناس ما فيش، كلها مشاكل ادارات وحوارات وقواضي. اللي بينجح في الانتخابات عندهم ب 7000 قضيه و7000 كعبله وقصص بقى، وانت عارف بقى الليله اللي حاصله في موضوع الفلوس دي وبيع لعيبه ومفيش حاجه بتخش والدنيا بتبوظ معاهم. فهنا بقى النقطه بتاعه الفساد اللي حاصل في الانديه الجماهيريه اللي بتؤدي للفشل وبتؤدي ان الانديه دي تضيع. لازم الانديه الجماهيريه يبقى ليها وقفه حتى مع بعض، عشان الغول الوحش الانديه الاستثماريه وانديه الشركات اللي بتاكل الانديه الجماهيريه، هو ده اللي حاصل دلوقتي. انديه الشركات بتاكل الانديه الجماهيريه والناس نايمه ومحدش حاسس بحاجه. فملخص النقطه دي ان الانديه الجماهيريه المفروض يكون ليهم وقفه مع بعض، يعني لازم يكون في فكره معينه لبروتوكول تعاون عشان حل المشاكل والازمات. الانديه الجماهيريه اللي موجوده دلوقتي، الاهلي، الزمالك، الاتحاد، المصري، غزل المحله، الاسماعيلي، المفروض يكون في وقفه. لازم الناس دي تفهم ايه اللي حاصل حواليها، ما يبقاش فيه اهمال بالمنظر ده. ضياع الانديه الجماهيريه ماشي في طريقه، في السكه، الدوري هيبقى انديه استثماريه وانديه شركات فقط، تمام. النقطه اللي بعد كده، لو انت بصيت على اللي حاصل من اعلام الزمالك او اعلام زيزي زي ما انا بحب اسميه، يعني الناس دي عقليات غريبة جدا. يعني انت بدل ما تطالب ان المسؤول عن ضياع ارض الزمالك يتحاسب، لا ده انت بتطالب ان الدولة او الناس تقف مع الزمالك في الفساد اللي حاصل. يعني انا مش متخيل ان انت شايف قدام عينيك ان ارض بقى 20 سنه متسقعه وجاي دلوقتي تتباع استثماري، وهي اساسا متخصصه من الدوله عشان انشاء نادي رياضي اجتماعي، تبقى متباع استثماري بعد ما اتسقعت 20 سنه، وانت شايف قدام عينيك اللي حاصل دوت، وما بتطالبش ان الناس دي تتحاسب. انهي اعلام بيفكر بالطريقه دي؟ ده اعلام زيزي، اعلام الزمالك. وللاسف التوجه ده في 99% من القنوات الفضائيه اللي معظم الناس اللي شغالين فيها اتجاههم كله الزمالك. والناس دي بصة على الموضوع ده فكرة المظلومية، احنا مظلومين. مظلومين ايه يا ابني؟ مظلومين ايه؟ انت فين المخ؟ انت واحد واخد ارض بقالك 20 سنة ما بنيتش فيها طوبة من 20 سنة، وجاي دلوقتي بتقول او بتشتكي ان الناس ظلماك والناس جايه عليك والناس بتفتري عليك، وانت اصلا راح تبيع الارض استثماري، الناس راحت تبيعها استثماري. انتوا بتهزروا يا جدعان. ما هو النادي مش هو النادي هيستفيد ايه؟ ما هو مش هيفتح فرع ولا يعمل حاجه، هياخد فلوس وبعد كده الفلوس هتتصرف ايا كان في اتجاهاتها او ايا كان هتتصرف. انت عارف هتتصرف فين من الاخر، ما علينا يعني. الفلوس مش هيبقى لها لازمه اساسا، ما الفلوس انت عارف بتروح فين من الاخر، تمام. فالفلوس اللي هي هتتباع بيها الارض دي النادي مش هيستفيد منها بحاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه مش هتعمل له فرح. طبيعي ان الدوله تسحب منه الارض، هتسيبها لك ليه؟ 20 سنه سايبها لك وعمال انذارات في انذارات في انذارات وانت ما بتبنيش طوبه، هيسيب لك الارض تعمل بها ايه؟ يعني انت بدل ما تطالب الدوله ان هي تحاسب الناس اللي اتسببت في الفشل والفساد ده كله، جاي انت دلوقتي بتقول ان انت مظلوم. مظلوم ايه بس؟ ده انت ظالم يا اخي، والله ظالم. ما علينا. النقطه الاخيره اللي عايز اكلمك فيها، ياستروب المدير الفني بتاع النادي الاهلي.
بص الناس بعد الماتش كله بدأ يهيص، يعني إن واحد يطلع بيه السما، واحد يخسف بيه الارض، واحد يقول لك مدرب بص عبقري ومالوش حل، والتاني يقول لك لا مدرب مثلا كفتاجي ومالوش فيها. يا عم انتوا بتفكروا ازاي؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ هو ده اصلا ينفع تقيم مدير فني في اول ماتش؟ ما ينفعش. انت عشان تقيم ياستروب المدير الفني بتاع الاهلي، انا اقدر احكم لك عليه واقول لك المدير الفني ده وضع واحد اتنين تلاته امتى؟ بعد السوبر المصري، بعد السوبر المصري اللي هيتلعب في ابو ظبي من 6 ل 9. ساعتها بعد السوبر ده اقول لك ليه بقى هيكون لاعب خمس ست ماتشات، يعني بالماتش ده هيكون لاعب سبع ماتشات. فانت في بعد السوبر ده هتعرف خلاص المدير الفني ده وضع واحد اتنين تلاته، واي حد هيقول لك خلاص الموضوع هيبقى واضح. لكن دلوقتي اي حد بيقول لك حاجه، اللي بيقول لك حلو كذاب واللي بيقول لك وحش كذاب، مفيش حاجه باينه اصلا. مفيش حد يقول لك يقدر يحكم عليه دلوقتي من ماتش واحد، مستحيل. مستحيل يتحكم عليه من ماتش واحد. فالنقطة دي مهمة جدا، تبقى عارف ان عشان تاخد تقييم على المدير الفني للنادي الاهلي ياستروب تاخده بعد السوبر المصري اللي هيتلعب في الامارات من 6 ل 9 نوفمبر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.